بعد كل التعذيب والقتل الممنهج يلي صار خلال ال 14 سنة الماضية بسوريا، انتابتني فكرة بتخوف إنه الأشخاص يلي كانوا ينفذوا هي الجرائم جزء قليل منهم اليوم بالسجن، وكتير منهم عم يعيشوا حياة طبيعية بيناتنا. بكتاب رجال عاديون بيحكي لنا الكاتب كريستوفر براونينغ عن أكثر النظريات المرعبة بالتاريخ بعلم النفس الجنائي. بيحكي لنا الكاتب عن مجرمي الحرب يلي شاركوا بمجازر البوسنة، يلي ما تم القبض على كتير منهم لبعد عشرات السنين بأمريكا وأوروبا، يلي عاشوا فيها كلاجئين ضعيفين القط بياكل عشاهم مثل ما بيقولوا. بيقول الكاتب: الوحش لا يمتلك بالضرورة ملامح مخيفة أو سلوكا عدوانيا دائما. معظم مرتكبي المجازر هم أشخاص عاديون جدا، لطفاء مع عائلاتهم وجيرانهم في الأوقات السلمية، لكنهم مستعدون للتحول إلى قتلة بلا رحمة إذا وضعوا في بيئة تشرع لهم العنف وتجرد ضحاياهم من الإنسانية.